في ظل تحديات اقتصادية معقدة تواجه العراق، تصاعدت المخاوف مؤخرا من أزمة السيولة النقدية التي انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين. وفي الوقت الذي ينتظر فيه الجميع قرارات حاسمة لمعالجة هذه الأزمات، جاءت خطوات البنك المركزي العراقي لتثير جدلا واسعا، وبدلا من أن تكون جزءا من الحل فتحت أبوابا جديدة للتساؤلات والانتقادات. بدأ الأمر بقرار البنك المركزي الذي يمنع بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف، الهدف المعلن بمكافحة غسيل الأموال وتنظيم السوق العقاري. رؤية تبدو في ظاهرها منطقية ومطلوبة في بلد يعاني من شبح الفساد المالي، لكن الخبراء الاقتصاديين يطرحون تساؤلات جادة حول تداعيات هذا القرار. من جهة أخرى هناك إيجابيات لا يمكن إنكارها. القرار يسهم في تعزيز الشفافية ويتيح للجهات الرقابية تتبع مصادر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، مما يحد من إمكانية استخدام السوق العقاري كوسيلة لتمويل أنشطة غير قانونية. لكن على الجانب الآخر يشير خبراء إلى أن القرار يهدد بتعطيل سوق العقارات وتأخير المشاريع الاستثمارية وزيادة التكاليف على المواطنين. ومع ضعف الثقة في المصارف العراقية فإن إلزام الأطراف باستخدامها قد يضيف عبئا جديدا بدلا من تقديم الحلول. كما أن هذا القرار يفتح الباب أمام ممارسات التلاعب، حيث يمكن أن يلجأ البعض إلى تقسيم العقارات أو تقديم تقييمات مزورة لتفادي القيود. فنحن أمام خطوة تعزز شفافية أم إجراء يزيد من تعقيد المشهد العقاري؟ وكأن أزمة العقارات لم تكن كافية، جاءت تصريحات محافظ البنك المركزي علي العلاق لتزيد من تعقيد المشهد. فبينما أقر بوجود عمولات غير مرخصة في بعض مكاتب التحويل ونقاط البيع وتوعد بإغلاقها وتحويلها إلى شركات صرافة، أشعلت الاحتجاجات من قبل رابطة منافذ دون الرواتب أو دفع الرواتب التي أعلنت إضرابا شاملا، ما أدى إلى حالة من الذعر بين المواطنين، خاصة تزامن الإضراب مع قرب صرف الرواتب. وفي خطوة زادت من التخبط، أصدر البنك المركزي بيانا ينفي فيه وجود أي نية لإغلاق المنافذ، داعيا لتوخي الحذر في نقل الأخبار. هذا التراجع المفاجئ أثار تساؤلات حول مصداقية القرارات، وتعكس ضغوطا داخلية وخارجية أم سوء تخطيط في إدارة الأزمات. يبدو أن البنك المركزي يجد نفسه في سباق مع الوقت بين تحقيق أهداف إصلاحية حقيقية وتجنب خلق أزمات جديدة، لكن القرارات الأخيرة أثارت انتقادات واسعة. فهل سيؤدي التركيز على إجراءات مكافحة الفساد إلى تعطيل عجلة الاقتصاد؟ وهل يمكن لهذه السياسيات أو السياسة أن تستعيد ثقة المواطن بالنظام المالي؟